السلام عليكم حبايبنا متابعين مصر زمان. حكايتنا اليوم عن أميرة جميلة ولكن منسية. قلنا نسلط الضوء على شخصيات محدش بيتكلم عنها، وهي سمو الأميرة جويدان هانم، زوجة الخديوي عباس حلمي الثاني. جويدان هانم أو مريانا، اسمها الحقيقي مريانا، وهي كونتيسة نمساوية. ولدت في فيلادلفيا سنة 1877، وكان أول لقاء لها مع الخديوي في باريس سنة 1900. كانت بينهم قصة حب كبيرة، ودعاها لزيارة مصر، واتجوزت من الخديوي عباس حلمي الثاني في 1 مارس سنة 1910. واتعمل حفل الزفاف في قصر المنتزه بالإسكندرية بحضور مفتي الأزهر والشخصيات الهامة. وبقيت جويدان هانم الزوجة التانية للخديوي، وغيرت اسمها بعد الجواز من مريانا لجويدان هانم، واعتنقت الإسلام وأسلمت. لكن جوازهم ما استمرش كتير، 3 سنين بس، وما خلفتش من الخديوي. وتم الطلاق في سنة 1913، وسبب الطلاق إن كان في واحدة بيعرفها الخديوي اسمها جورجيتا، وبينهم صداقة. وبرضه الخديوي كان شافها في باريس، زي ما تقابل مع الأميرة جويدان في نفس البلد، وكمان دعاها لزيارة مصر. وكأن القصة هتتعاد من تاني. زمان الملوك والسلاطين أهم حاجة عندهم إرضاء نزواتهم، مش مهم كرامة الست. بس جويدان هانم كانت غيورة جدا وما عجبهاش الحال، وقالت إني أطلب الطلاق وأمشي بكرامتي بدل ما الخديوي يجيب لي الست جورجيتا ضرة. وحصل الطلاق وانفصلوا. وبعد طلاقها اشتغلت فترة في التمثيل، وكانت عازفة بيانو ماهرة وبتحب الرسم والكتابة. جويدان هانم كتبت مذكرات في الفترة اللي عاشت فيها مع الخديوي، وسجلت حياتها من جوه القصور المصرية وتعاملها كان ازاي مع الطبقة العليا واحتفالاتهم. وحكت موقف طريف انها اضطرت تتنكر وتلبس لبس الرجال وتغير شكلها زي الراجل بالظبط عشان تقدر تروح مع الخديوي في زياراته الرسمية، لان كانت عاداتهم ممنوع اي حاكم او سلطان ياخد مراته معاه اي مناسبة. واتكلمت عن حياة الحريم في الحرملك، وانتقدت العزل اللي كانوا عايشينه، فكان لهم حياة خاصة هي محبتهاش، وكانت بتهاجم حجاب المرأة. وفي موقف تاني حكت عنه جويدان هانم عن أغرب هدية خلتها تندهش من الموقف. الأميرة كانت معزومة على حفل زفاف ابنة واحد من البشوات، والعروسة عمرها ما تعداش 13 سنة، وكان عندها التهاب رئوي شديد. لكن الطبيب المعالج لها أصر على إنه حفل الزفاف يتعمل في نفس ميعاده عشان الخسائر المادية اللي حطت على الباشا والد العروسة. المهم الأميرة ركبت عربيتها الملكية اللي بتجرها الخيول، وكل تفكيرها كان في العروسة المريضة، وعريسها كان عنده 18 سنة. وصلت الأميرة على البيت، لكن وقفوا عربيتها عشان يستقبلوها بالذبايح كتكريم للأميرة. نزلت الأميرة قدام باب الحريم ودخلت القصر. كل السيدات في القصر فضلوا ينحنوا للأميرة ويقبلوا هدومها اللي كانت لابساها، يعني كنوع من الاحترام. وجابوا الضيافة وفناجين القهوة واستقبلوها كويس، وحضرت الحفل كامل. لكن الأميرة حكت عن أغرب هدية في الحفلة دي، لما جت لها واحدة ست تبقى زوجة وزير، وانحنت قدام الأميرة وكانت مكسورة جدا، وقالت لها إنها مش معاها هدية تديها لها، لكن الست دي كانت خبيثة وعايزة توصل لحاجة معينة. تصوروا الهدية كانت عبارة عن طفلها اللي عمره 5 سنين، أهدته للأميرة جويدان. وتنازلت زوجة الوزير عن ابنها بكامل رضاها عشان ترضى عنها الأميرة، وده من باب التقبيل والرشوة. في حد يتنازل عن طفله؟ بس الست دي ذكية جدا، وهي عارفة مفيش طفل بيقدر يعيش من غير أمه. نرجع لقصتنا.
فضلت الأميرة واقفة مكانها مذهولة من الموقف، وفجأة الطفل جرب منها فحضنته وقبلته، وحاولت تديله أمه لكن رفضت، وقالت إنها متنازلة عن ابنها بكامل رضاها. ومشت الأميرة من الحفلة وأخدت الطفل معاها القصر. والخديوي عرف بالقصة وغضب جدا من الهدية والرشوة، لكن الطفل منع الأكل 3 أيام وفضل يبكي، ودي كانت فرصة عشان يروح لأمه. وحملوا عربيتين مليانين هدايا وراحوا بالطفل لأمه، وبكده الست مرات الوزير حققت غرضها زي ما سمو الأميرة كتبت في مذكراتها. كل همها إنها تحصل على الهدايا. وروح يا زمان وتعالى يا زمان، والعمر عدى بالأميرة، وماتت يوم 5 أغسطس في النمسا سنة 1968. كان عندها 91 سنة، ودفنت هناك. وخلصت حكاية.